يا مساء الورد على احلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض منين بالعجوه او قراقيش زي ما انتوا حابين تسموها، اقتصادي بالزيت. وكمان هنتكلم النهارده في الفيديو على انواع الدقيق وايه اللي ينفع معانا للمعجنات وايه اللي ينفع للبسكوتات والكحك. بس قبل ما اكمل الفيديو حابه افكركم، لو انتوا اول مره تشوفوني انا شيف رورو ودي قناتي، بتمنى تدعموني بلايك وكومنت وشير الفيديو. ويلا بينا نشوف وصفه النهارده. يلا بينا. عندي كيلو من الدقيق المنخول، 3 معالق كبار من السمسم المحمص، ومعلقتين كبار مليانين من النشا. هقلبهم كويس قوي مع بعض، وكمان معايا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. بما ان انا هعمله بالزيت فانا عايزة اطعم المنين اللي عندي، فهجيب حوالي 3 معالق كبار مليانين من القشطة، قشطة اللبن لو متاحة. لو مش متوفرة مفيش مشكلة، بس هي يعني بتدي طعم حلو قوي. وكمان معايا معلقة كبيرة من السمنة البلدي، دي برضو اختياري، ولكن يعني يفضل لو متاحة تكون موجودة، بتدي طعم حلو قوي مع المنين خصوصا ان هو بالزيت. هقلبهم كويس مع بعض، ومعايا كوباية من الزيت. هبتدي ان انا انزلها يعني نص كوباية في الاول، بعد كده نص الكوباية التانية. ومش هعجن، انا بحاول ان انا ابس العجين، عايزة ان كل جزء من الدقيق يتشرب من الزيت ويبقى كده زي حبة الرمل، زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. طبعا الزيت يكون نوعية كويسة. قبل ما اشتغل في العجين بكون محضرة كوب من المية الدافية، عليهم معلقتين كبار مليانين من السكر، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. الخميرة الفورية اللي أنا بستخدمها هي اسمها أنجل، هي تركية، فهي بتبقى قوية شوية. لو الخميرة عندكم ضعيفة فممكن نحط معلقة كبيرة مليانة. هبتدي ان انا الم العجين، ومعايا كمان كوباية من المية الدافية. هنزلها تدريجيا لحد لما العجين يتلم معايا، وهعجنه عجنتين كده يعني، بس مش عايزة اعجن كتير. فالعجينة خدت معايا كوبايتين من الدقيق زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. مهم جدا ان العجينة تكون بتقطع معايا، لما تكون بتقطع بالشكل ده يبقى كده العجينة بتاعتي مظبوطة. انا مش عايزة عجينة مطاطية. لو العجينة بقت مطاطية فانا كده عجنت كتير وكونت عرق في العجينة، او كمان نوع الدقيق ما كانش ينفع معايا للمنين والبسكوت. العجينة خدت معايا كوبايتين بالكوباية بتاعة الخميرة، مش كوبايتين غير الكوباية بتاعة الخميرة. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة او ساعة الا ربع، بعد كده هبتدي ان انا اشتغل فيها. طبعا عشان العجينة مظبوطة معايا فمش محتاجة ولا رشة دقيق ولا اي حاجة، انا بفردها بسهولة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. انا طبعا هحشيها بالعجوة. انا عملت العجوه معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع العجوه. وانا اوقات بستسهل وبجيب العجوه من اي فرنه، بحس ان العجوه بتاعتها تكون كويسه. بجيبها ومع معلقتين سمنه كده على النار، ببتدي ان انا اديها تشويحه، وبعد كده هبتدي ان انا استخدمها. ممكن لو انتوا حابين تاخدوا جزء من العجينه وتضيفوا عليه شمر وينسون، وتزودوه مثلا معلقتين كبار من السكر البودر، لان انا طبعا مش حاطه سكر في العجينه كتير، لان انا مكتفيه بالعجوه اللي موجوده في العجينه. زي ما انتوا شايفين ببرمها بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب النشابه وامشي عليها بالراحه بالراحه خالص، مش عايزاها تتقطع معايا، علشان اقدر ان انا افردها واقطعها على شكل اللي هو المنين. لما باجي اقطع المنين بحب اقطعه بزاويه كده. ممكن تقطعوها زي او مظبوطة، مفيش مشكلة، كله هيطلع نفس الشكل. وكمان العجينة كويسة، اقدر ان انا اظبطها بايدي. لو في واحدة مثلا طلعت شكلها مش عاجبني، ممكن ان انا اظبطها واسويها بايدي زي ما انا عايزة. طبعا باقي العجين بكون مغطياه عشان ما ينشفش معايا لحد ما اخلص الجزء اللي انا شغالة فيه. خلوني بقى وانا شغالة معاكم كده نتكلم على انواع الدقيق، ازاي اعرف ده ينفع للبسكوت او الكيك او الايه بالظبط. لما باجي اشتري الدقيق ببص على ظهر الكيس من ورا واشوف نسبة البروتين المكتوب عليه فيه كام. ما تشغلوش بالكم بقى هل هو للمخبوزات او المعجنات، لا، بصوا على نسبة البروتين من 10 ل 12، كده كويس قوي، ينفع معايا للكيك للبسكوت لأي عجينة بتقطع معايا زي البسكوت والكحك. ولو يعني 10 ده بيبقى أفضل، بس آخري ل 12. من بعد 12 فيما فوق لا، ده كده أنا ده ينفع بقى للمعجنات.
لاي عجينه مطاطيه معايا هيبقى حلو قوي ومظبوط جدا. وكل ما زاد نسبة البروتين كل ما كانت حلوة قوي في المعجنات زي السينابون والدوناتس وعجينة البيتزا. طيب الكمية بتاعت كيلو دي عملت حوالي 3 صيجان. ببتدي ان انا احطها في الصيجان من غير ما ادهن الصاج اي حاجة، هي واخدة زيت ومظبوطة وكل حاجة. ولما باجي بسوي اول صاج انا عملته لان بيكون ابتدى ان هو يختمر معايا. بالنسبة للتسوية بيدخل طبعا فرن حامي في الشبكة، الرف في النص، وبهدي النار ل180 درجة. بعد ربع ساعة ببتدي ان انا ابص عليه، لو خد لون من تحت، طبعا بيختلف تسوية كل بوتاجاز عن التاني. لو خد لون من تحت ببتدي ان انا اعيد عليه الشواية وبيطلع معايا بالمنظر ده. بسيبه لحد لما يبرد خالص، يعني لما باجي اشيله ما ينفعش احط طبقة فوق طبقة غير لما يبرد خالص، ويفضل ان انا اسيبه يوم كامل. وطبعا لازم تكونوا عارفين ان هو بيبقى مقرمش، يعني ما بيكونش دايب قوي لان هو مش معمول بسمنة، فلا هو معمول بالزيت فبيكون بيقرمش معايا. طبعا بعد لما يبرد خالص ببتدي ان انا اشيله واحفظه في علبة محكمة، وبيقعد معايا فترة طويلة، لان طبعا الحاجة بتاعة البيت بتكون نظيفة ومعمولة كويس، ومش زي حاجة بره اللي هي بحس ان هي فيها زرنخة كده. لو قعدت فترة طويلة معايا ممكن يقعد معايا شهر هيبقى حلو قوي. بس هو من حلاوته يعني مش هيكمل معاكوا شهر وهيخلص بسرعة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. بتمنى ان انا اكون فدتكم في حلقة النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.